السلام عليكم. الأسبوع اللي فات يوم الأربعاء بالتحديد 10 يوليو نزلت بوست بقول الأسبوع القادم إن شاء الله هيعملوا أكبر 3 عروض في السيرك، قصدي السوق اللي هو السوق المصري. بص العصفورة والأسد المرعب والفيل في منديل. وكنت بسخر من اللي هيحصل حسب توقعي. أغلب الناس ما فهمتش معنى البوست طبعا، وفي ناس خدت الموضوع بهزار، في ناس خافت. انا وعدت الناس كلها ان شاء الله بعد انتهاء الاسبوع هشرح بالتفصيل باختصار ايه اللي حصل الاسبوع اللي فات في السوق المصري. السوق عباره زي السيرك بالظبط، تحصل فيه فقرات وحضرتك بتبقى قاعد بتتفرج وانت مش عارف ايه سر الفقره. الموضوع بسيط. اول حاجه خلينا نقول الاسد مرعب. يعني ايه اسد مرعب؟ انت مش شوف اسد اللي يحصل الناس كلها بتصرخ، ما بتركزش. ده اللي حصل فعلا في السوق من يوم الاحد اللي هو 14/7، أو واحد كان بدأنا كمان من الخميس. يعني أنا نزلت بوست الأربع، بدأنا من الخميس أو من، خلينا نقول من الأحد، من 10 ابتدى السوق يصحح جلسة 2 3 4. طبعا الناس كلها كانت بتصرخ إن إحنا راجعين تاني تحت، وإن دي كانت طلعة تصريفية. طبعا طبيعي إن يحصل كده مع الناس، لأن هم نفسيا لسه مش قادرين يتغلبوا على نقطة إن إحنا انتهينا من التصحيح، بسبب إن إحنا في تصحيح طويل من شهر فبراير اللي فات. فالاسد المرعب دي كان فقره مقصود منها ان هم يرعبوا الناس كلها. في ناس بتبيع وترمي وتخاف، في ناس بتلتزم بقى في الخساره، في ناس بترتبك. عموما اللي بيطلع كسبان من الموضوع ده اللي بيلتزم آه، بالارقام الاسهم، بيمشي منطقي، مش بيمشي حسب مشاعره. دي كانت اول فقره ببساطه، ان هو بيرعبك، يخليك يشل تفكيرك، ما تركزش في السوق. ودي استمرت 4 ايام. تمام. والدليل ان حتى بعد صعود القوي يوم الاربع، ان يوم الخميس الناس كانت خايفه جدا من السوق ومرعوبه، وبتقول لك ده هينزل تاني، رغم الاربع صعد بفوليوم محترم وصعود قوي وكل حاجه. لان الناس من خوفها ما بقاش عارف تاخد قرار. اللي بره خايف يدخل، ومحدش عارف يعمل اي حاجه، والناس خايفه تشتري، خايفه تغامر، خايفه تبيع، متلخبطه. ودي كانت اول فقره اللي هي الاسد المرعب. اسد بيزقر يا جماعه، ده حاجه مش سهله. تاني فقره، بص العصفور. من اول يوم بيحصل بص العصفور. يعني ايه؟ بيجي سهم فجاه، فجاه يطير. زي في ايام النزول تلاقي سهم طلع فوق، سهم عمل ارقام كويسه جدا. يبقى احنا بنبص العصفوره، ان هو المقصود ببص العصفوره ان الاسهم دي بتتحرك، بيشغلوك عن اهم نقطه في السوق. بيقول لك اجري، ده سهم بلتون اتحرك 3%، ده سهم اسك طلع 5%، سهم كذا نهر الخير اتحرك 2%، سهم كذا كذا كذا. مش مقصود ان الاسهم دي وحشه ولا حاجه، المقصود ان هم بيشغلوك عن اهم حاجه، ان اهم فقره في السيرك او في السوق. ببساطه هم ليه عملوا كل ده؟ هم عملوا كل ده لان كان في اسهم، اللي هي الاسهم الممتازه، الدرجه الاولى، الاسهم القياديه اللي السنه دي بتشتري فيها، كانت بتصحح. اشتروا جزء وطلعوا وعملوا جني ارباح، رعبوا اللي جوه الاسهم دي، خلوهم يرموا الاسهم ونزلوا اشتروا من على الدعم. وفي نفس الوقت لما اقول لك بص على الصفر طيروا كام سهم عشان حضرتك تحط السيوله بتاعتك في اسهم تانيه خالص، سواء كانت اسهم مضاربات او اسهم قويه، قويه ماليا او وتبعد عن الاسهم اللي هم مش عايزين حد فيهم حد يشتري في السوق غيرهم. ودي اهم فقره في الموضوع كله، اللي هي الفيل في المنديل. ليه انا سميتها الفيل في المنديل؟ لانه حط فيل حاجه كبيره جدا. لما اقول لك انت انا هخلي الفيل يعدي من قدام عينيك وانت مش هتشوفه، هتقول لي مستحيل. لا، انا خليت الفيل يعدي قدام عينيك من غير ما تشوف. عملت تصحيح بالتجاري، عملت تصحيح بابو ظبي الاسلامي، عملت تصحيح ب اي جي هرماس، بالنساجون، بجهينه، باسهم كتيره جدا قياديه في السوق.
بجيبي كوربريشن مثلا على سبيل المثال، عملت تصحيح بالاسهم دي كلها وحضرتك مش مركز في التصحيح، واللي كان شاري في الاسهم دي في العالي يا اما عمل جني ارباح يا اما خاف لما نزل جامد ورمى السهم وقال لك بس احنا رايحين في داهيه. طب ما الحق ابيع السهم ده اللي نازل وراح اشتري السهم اللي طالع. فهو كده عمل عليك فقر 3 فقرات في السيرك في الاسبوع ده. رعبك خلاك ترمي الاسهم، في نفس الوقت خلاك شتت تفكيرك. انت مش هتفكر خالص في الاسهم القياديه ان انت تشتريها من على دعم، تشتريها بخصم عالي، تشتريها وانت واثق فيها جدا ماليا ان الاسهم دي لو نزلت مفيش حاجه، مفيش سوق. يعني الكام سهم اللي انا اتكلمت عليهم دول لو نزلوا خلاص السوق انتهى. الاسهم التانيه دي كلها خلاص مش هتكمل. خلينا نتكلم بصراحه، هي دي الاسهم القياديه في السوق، الوزن الاعلى للمؤشر هي اللي بتقود السوق، من غيرها السوق ما يشتغلش. خلاص يبقى شطبنا، يبقى كل الكلام ده ملوش اي 30 لازمه. يبقى هو عمل عليك ال3 فقرات، والدليل ان جي بي كوربريشن اول ما لمس الدعم الرئيسي في خلال يومين عمل 10%. الدليل ان ابو ظبي الاسلامي بقى عمل تصحيح عن طريق توزيع الاسهم، توزيع اسهم ابتدى يرتد من الدعم. احنا كده حتى نزلت يوم الخميس اخر الجلسه، اللي حضراتكم مش برضو مش فاهم، كان المقصود منها ان السهم ينزل لحد حوالي 77 جنيه. احنا كنا بنعمل تصحيح لسه في بنك التجاري، وممكن يكون لسه التصحيح ده ما انتهاش. تمام، يعني احنا حتى لو شفنا على الساعه ممكن يكون لسه التصحيح ده ما انتهاش. مثلا ممكن ننزل مثلا جلسه يوم الاحد كمان ايه 200 نقطه ولا حاجه، يعني ممكن ننزل نصحح لحد 28400 مثلا، لحد ما بعد كده السوق ان شاء الله يبقى ايه، يبقى صاعد باذن الله، باذن واحد احد. تمام. آه ودي كلها فنيات، يعني مش سهله اي حد يوصل لها. الحمد لله يعني بعد دراسه ومتابعه وخبرتي في السوق بحاول اجتهد، واتمنى من الله التوفيق. اتمنى ما اكونش طولت عليكم حضرتك في الفيديو، وكنا وصلت لكم الفكره العامه. كان معاكم احمد قطب، محلل فني في البورصه المصريه وعضو الجمعيه المصريه للمحللين الفنيين. السلام عليكم.